صباحك تفاؤل وسعادة وروقان. النهارده إن شاء الله بإذن الله هنتكلم في حاجة مهمة جدًا، هي فيديو لايف تنمية بشرية جديد عن هو ده بس يعني ما تنساش الأول لمّا تعمل لي اشتراك في قناتي ولايك لإن لن لم تشترك سيفوتك الكثير من البهجة والسعادة، لإن قناتي هي قناة الروقان والسعادة والاستمتاع. هاتكلم النهارده إن شاء الله بإذن الله بروقان كده على الناس اللي بيقولوا الاهتمام ما بيتطلبش. عمرك شُفت حد قبل كده في علاقة بيقول لك دايمًا إيه الاهتمام ما بيتطلبش؟ أصل أنت ما بتسألش عني، أصل أنت ما بتهتمش، أصل أنت كذا. الناس دي في العمق بيبقى عندها فاكرة إن الحب بييجي من الخارج ودي حاجة مش حقيقية. الحب أو المشاعر الجميلة بتيجي من الداخل. إذًا أنت لمّا أنت بتقول لأشخاص معيّنين ما الاهتمام ما بيتطلبش أو أنت بتزعل بسبب إن ناس معيّنين مش بيتصلوا أو كده، يبقى معناها إن أنت عامل focusing أو مركّز عقلك على العالم الخارجي. الكون اللي ربنا خلقه له قانون، إن أنت اللي جواك هو اللي هيظهر براك. إذًا أنا لمّا أنا بدل ما أقول لفلان ما بتتصلش أو فلانة ما بتتصلش وأزعل والاهتمام ما بيتطلبش، أنت ابتدي أنت أو ابتدي أنتِ حِبّي نَفْسِك، راعي نَفْسِك، عاملي نَفْسِك بطريقة جميلة أو عامل نَفْسك بطريقة جميلة، بحيث إن أنتم تبقوا سعداء مستمتعين، ساعتها بس هتحسّوا بالاكتفاء الذاتي وبالمشاعر الجميلة. هي بالضبط زي إيه، لو أنت عندك كوباية كده، الكوباية دي فاضية، أي شوية مَيّة هيأثّروا فيها، نقص المَيّة هيأثّر فيها. طب لو الكوباية دي مليانة بقى، هتلاقي الكوباية بتفيض على اللي حواليها، كذلك نَفْسك. نَفْسك دي كل ما أنت بتعاملها بطريقة لطيفة، كل ما أنت بتحب نَفْسك، كل ما أنت بتراعي نَفْسك، تبقى كده في أماكن جميلة زي اللي أنا فيها دي، تستمتع بالطبيعة، تستمتع بالمناظر الجميلة. كل ما أنت بتحس بمشاعر جميلة جدًا، نَفْسك هتدّي لك السعادة وعقلك الباطن هيدّي لك السعادة، لإن أنت بتبعت إشارة قوية إن أنا أستحق كل شيء جميل في الحياة. على العكس بقى، الناس اللي هي طول الوقت عمّالة حابسة نَفْسها، الناس اللي بتعامل نَفْسها بجلد الذات أو بتعامل نَفْسها بإن أنا باعلّق سعادتي في فلان أو فلان أو بتعيش دور الضحية، هي في العمق عايشة دور الضحية أو المظلومية ومش بتوصل للسعادة الحقيقية أو للحاجة الجميلة. العكس صحيح بقى، الناس اللي بتبتدي بجد تحب نَفْسها وتعامل نفسها بطريقة جميلة، الحياة كلّها بتعاملها بطريقة جميلة. الحاجة الغريبة بقى يعني إن أنت كل ما أنت بتركّز على نفسك وعلى مشاعرك وعلى إن أنت تكون سعيد وتحب نفسك بجد بدون طبعًا تكبُّر أو أنانية أو مشاعر سلبية، كل ما الناس هي اللي أصلًا بقى هتبقى عايزة تقرّب منّك. فأنت مش هتقول لهم إيه، أنتم ليه ما اهتمتوش، أنت ليه ما سألتيش، أنت كذا. فلإن أنت شبّعت نَفْسك بالحُب، فطاقتك بتبقى عالية تمام، فهُم هينجذبوا لك وهتبقى حياتك فعلًا هتبقى عبارة عن سعادة واستمتاع وروقان. فنصيحتي لكل الناس اللي بتزعل الاهتمام ما بيتطلبش أو كده، اعرفوا إن دي إشارة إن أنتم تحبّوا نَفْسكم جدًا، 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 وتبقوا سعداء مستمتعين رايقين، وكل مشاعركم تبقى مشاعر إيجابية وجميلة كده. وعامل نَفْسك بطريقة حلوة. أنت لو أنت ليك حد صديق غالي عليك، شوف أنت جالك هتعامله إزاي، فما بالك بقى لو أهم حد صديق في حياتك أنت نَفْسك أو أهم حد أنت نَفْسك، يا ترى بتعامل نَفْسك إزاي؟ يا ترى آخر مرّة جِبت لنَفْسك هدية إيه؟ يا ترى اتفسّحت آخر مرّة إمتى؟ يا ترى خرجت أجمل خروجة إمتى؟ يا ترى أنت وأنت قاعد مع نَفْسك تفكيرك إزاي تجاه نَفْسك؟ فأنت لازم إن أنت تبقى مشاعرك جميلة، ولازم يبقى في عندك حاجة اسمها الصورة الذاتية عن نَفْسك بجميلة، وتبقى رايق ومستمتع وعندك مشاعر حلوة. ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب وشير، وحِب نَفْسك وخلّيك رايق ومستمتع، وما تستناش الاهتمام من الخارج، لإن دي حاجة سلبية جدًا مش هتدّيك السعادة. أنت تستحق كل حاجة حلوة في الحياة من نَفْسك قبل الآخرين. باحبكم جدًا، ولو أنت بقى حبيت نَفْسك وعايز تبقى مستمتع ورايق هتعمل لي اشتراك، وما كانش كده مش هتعمل. فباتمنى لك يوم جميل مليان سعادة وروقان.